السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى انا جايه لكم بوصفة حلوة جدا، طريقة سمك. بصوا، هتنقل السمك المتلج ده في حتة تانية، لان في ناس كتير جدا مش بتحبه، و علشان بيقولوا ان التلج بيغير من طعمه. بس الطريقة والتتبيلة ديت هتخليه طعمه حلو جدا. بس اعملوها بالطريقة اللي بقولكم عليها دي. اول حاجة هجيب السمك وهفتحه كده زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، وهبدأ اقطع بصل على طماطم على شطة خضراء، على فلفل ألوان أصفر وأحمر، ونص ليمونة. والبهارات بتاعتي نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة كمون، ومعلقتين صغيرين ملح. وهقلب الخلطة دي كلها مع بعض. ومش دي الخلطة الأساسية اللي هتبل بيها السمك. هبدأ بقى أعمل الخلطة الأساسية بتاعتي اللي هتبل بيها السمك، ومعلقة زيت. وهي 10 فصوص توم كده، يعني شوية فصوص توم حلوين كده، وقرنين 3 من الشطة، وطماطماية، وهضربهم في الخلاط. وهتبل السمك بتاعي بيهم. الأول هتبل البصل والطماطم اللي أنا عملته، قطعته في الأول بالتتبيلة دي، برضو بتتبيلة السمك دي زي ما انتوا شايفين كده. نخلطهم مع بعض كده علشان يشرب من التتبيلة ديت ويدينا الطعم الحلو. وبعد كده هبدأ أتبل السمك بتاعي. بعد ما فتحته كده هتبله كويس، وبعدين هقفله، وهبدأ أرصه كده بالشكل ده. هعمل بقى الكمية بتاعتي، هتبلها برضو بالشكل ده. وبعد كده بس خلاص، طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت. وهندخلها الفرن ونعصر بقى ايه نص ليمونة كده. بس طريقتنا بسيطة خالص ومش مكلكعة كده، وكان طعمها تحفة الصراحة. ده كان شكله طبعا قبل ما ادخله الفرن. وبعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 200. وبس هنا بعد ما خرج من الفرن استوى وطعمه كان حلو. حطيته على الرف اللي تحت الاول، وبعد كده طلعته على الرف اللي فوق علشان ياخد اللون ده، الوش المتحمر ده. هفتحه بقى وهوريكم مستوي من جوه ومتبل وطعمه حلو جدا. جربوه بالطريقة ديت، ناس كتير جدا هتحبه. وبس دي كانت وصفتنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.